اهلا بكم درس جديد من دروس اونلاين. انا احمد ابو زيد، مبسوط قوي. ان شاء الله ده في اول فيديو في سلسله شرح القواعد بتاع اللغه الانجليزيه اللي هو الجزء الخاص بالازمنه. كنت عملت فيديو قبل كده اللي هو ازاي تتعلم قواعد اللغه الانجليزيه في 6 ايام، ولقيت ان المردود بتاعه كويس جدا. فده اللي شجعني ان انا اعمل فيديوهات مستقله لكل زمن، فيديو خاص بكل زمن مستقل بذاته بيشرح الزمن ده والحاجات اللي انت يعني المفروض تاخد بالك منها علشان تتقن الزمن ده ويبقى سهل بالنسبه لك. لو ما كنتش اتفرجت على الفيديو ده فاتفرج عليه، ومفيد جدا وهيساعدك في استيعاب السيستم اللي احنا شغالين بيه. وسريعا كده برضو يعني مراجعه سريعه اللي قلناه في الفيديو ده، ان احنا عندنا الازمنه في الانجليزي 3 ازمنه: past present future، والكل زمن من دول 4 صور اللي هو simple continuous perfect perfect continuous. فعندنا 3 في 4 ب 12 زمن. وكنت حطيت شرح للازمنه ديت في الديسكريبشن تحت الفيديو اللي انا قلت لك اتفرج عليه، ان هم كان لي 9 ازمنه بس، والناس كانت مستغربه فين شرح ال3 ازمنه الباقيين. وده لاننا يعني هنهمل او مش هنشرح 3 ازمنه اللي هم past perfect continuous والfuture perfect والfuture perfect continuous. ليه؟ لانهم صراحه مش مهمين من وجهه نظر انا يعني، ونادرا لما نستخدمهم. تقريبا عمري ما استخدمت ولا واحد منهم، وحاسس ان الانجليزي بتاعي كويس يعني وما نقصش حاجه. فاحنا نركز على 9 ازمنه بس، وان شاء الله تبقى كويس جدا في الانجليزي. عذرا على المقدمه الطويله ديت، ولكن بس عشان نوضح او نحط البيزكس او الاساسيات والقواعد اللي احنا هنمشي عليها. تمام. نرجع تاني لزمن البريزنت سمبل تنس، زمن المضارع البسيط. في كل زمن ان شاء الله هنشرحه هنحتاج نعرف ثلاث حاجات مهمين جدا جدا. لو عرفت الثلاث حاجات دول لكل زمن ومثال عليهم فانت congratulations، انت دلوقتي بقيت تعرف القواعد وتقدر تستخدمهم بكل سهوله. الثلاث حاجات دول هو تكوينه ايه، يعني الزمن ده بيتكون من ايه. تاني حاجه بيعبر عن ايه او بنستخدمه لما نكون عايزين نقول ايه. والحاجه الاخيره اللي هو السؤال والنفي، وديت حاجه هنضيفها كده بحيث ان احنا نغطي الزمن ما نسيبش حاجه خالص فيه يعني. بالنسبه للبريزنت سمبل تنس بيتكون من ايه؟ هو الفعل في صورته الاساسيه باس او بدون اس. طبعا هنشرح الكلام ده كمان شويه، ولكن هنعدي على الثلاث حاجات الاول. بنستخدمه امتى او بنستخدمه لما نكون عايزين نقول ايه؟ نستخدمه عشان نعبر عن الروتين او العادات، الحقائق، واخر حاجه اللي هي المواعيد. طبعا هنفصصهم كمان شويه. السؤال والنفي بنستخدم do. تمام. نبدا بقى ايه؟ نفصص الموضوع شويه. البريزنت سمبل تنس بيتكون من الفيرب في صورته الاساسيه باس او بدون اس. ايه قصه باس او بدون اس، وايه الصوره الاساسيه للفيرب؟ مرور يعني هنمر سريعا كده على الفيربس. الفيربس في اللغه الانجليزيه ليها ثلاث صور اساسيه يعني. البيزك فورم اللي هو الفيرب في حالته اللي هي الانفينيتيف، وتاني حاله اللي هو الباست سمبل اللي هي التصريف الثاني للفعل، والباست بارتيسيبل اللي هو التصريف الثالث للفعل. فالبريزنت سمبل تنس هو بسيط، فبالتالي بيحتاج الصيغه الاساسيه للفيرب بس، الفيرب من غير اي حاجه. وبعدين ممكن نضيف له اس وممكن ما نضيفلوش اس. امتى بقى؟ في حاجه في اللغه الانجليزيه اسمها شيت رول. مش شيت اللي انت بتسمعها في الافلام الاجنبيه لما واحد يقول لك شيت وتلاقي الترجمه تبا والكلام ده. هي شيت اللي هو اصلا يعني ماشي. فهي مش شيت رول، هي شي هيت رول اللي هي شي هي ات. تمام. شي وهي وات بنضيف للفيرب اس. يعني مثلا عندنا الضمائر في اللغه الانجليزيه I, we, you, they, he, she, it. مع كل الضمائر ما بنضيفش اس، الا مع he وشي وات بنضيف اس. يعني مثلا I play, we play, they play, you play، لكن he plays, she plays, it plays. تمام. فدي قصه باس او بدون اس. نعدي القصه ديت ونروح بقى لاستخدامات البريزنت سمبل تنس. هما 3 استخدامات، والحقيقه هي له استخدامات كتيره يعني. هو رغم ان هو بسيط ولكن ممكن نستخدمه في الكلام عن حاجات كتيره جدا. واول حاجه هي الروتين او العادات اليوميه. يعني مثلا انت ممكن تحكي يومك بالكامل باستخدام زمن البريزنت سمبل تنس. يعني مثلا تقول I wake up at 6:30 in the morning, I take my shower, I eat my breakfast, I go to work by bus, I have my lunch break, I finish work at 6 p.m. I go back home, I eat my dinner and I go to sleep. انت كده بتحكي يومك بالكامل او روتينك اليومي باستخدام زمن البريزنت سمبل تنس. كمان العادات زي مثلا ايه؟ علي plays football every weekend. علي بيلعب كورة كل
نهايه الاسبوع، كل نهايه اسبوع اللي هو يوم الجمعه، يعني الويك اند بالنسبه لنا اللي هو يوم الجمعه. she drinks coffee in the morning. she drinks اضفنا اس زي ما قلت لك اللي هو الشيت رول. she drinks coffee in the morning، هي بتشرب قهوه الصبح، فديت عاده يوميه. وتب بسيطه كده يعني، اي حاجه انت بتتكلم عليها باللهجه المصريه وتبدا بحرف الب نستخدم زمن البريزنت سمبل تنس. يعني مثلا زي ما قلت لك انا بصحى الساعه 6:30، باخد شاور، بفطر، بروح الشغل بالاتوبيس، باخد اللانش بريك بتاعي، بروح البيت، باكل العشاء، وبنام. فاي حاجه بتبدا بحرف الباء لو انت بتحكي يعني، فديت بتبقى في البريزنت سمبل تنس. نعتذر لاخواتنا الخلايجه او الجماعه اللي في المغرب، يعني حاول تتأقلم مع الموضوع ده. تاني حاجة بنستخدم البريزنت سمبل تنس لما نعبر عن الحقائق أو البديهيات، زي مثلا water freezes at 0 Celsius، المية بتتجمد عند 0. خد بالك أنا قلت لك water freezes، أضفنا اس لأن water مفرد يعني بيعود على ضمير it، ف water freezes. تمام. حاجة زي the sun is bigger than earth، الشمس أكبر من الأرض. earth circles around the sun، الارض بتلف حوالين الشمس. كل الحاجات دي بنستخدم البريزنت سمبل تنس، حقائق بسيطه فبنستخدم المضارع البسيط. حاجه برضه زي horses are strong. horses are strong، الحصنه معروف عنهم القوه، فدي من البديهيات فبنستخدم زمن البريزنت سمبل تنس. تالت استخدام للزمن ده وهي المواعيد. المواعيد بتشمل مواعيد الافلام، مواعيد المواصلات العامه، او مواعيد الميتينجز او الاجتماعات. اوكي، فلو انت عايز تقول مثلا الفيلم هيبتدي الساعة 5 بكرة، الساعة 5 مساء بكرة عشان نكون more specific، فالمنطق انك تقول the movie will start at 7 p.m. tomorrow. the movie will start at 7 p.m. tomorrow. ده الطبيعي والمنطقي بالنسبة لأي حد، ولكن ده مش الأصح أو ده مش الصح. الأصح بقى انك تقول the movie starts at 7 p.m. tomorrow. ايه ده؟ يعني انت بتقول لي tomorrow وبنستخدم المضارع البسيط. هي كده مع المواعيد اللي هي الحاجات اللي زي السينمات، مواعيد فتح وقفل المحلات، مواعيد المواصلات العامة، مواعيد وصول القطارات والطيارات والكلام ده كله بنستخدم المضارع البسيط، مش لازم ان احنا نستخدم الفيوتشر او المستقبل. حاجات مثلا the train arrives at 10 a.m. tomorrow. tomorrow برضو بس بنقول arrives اللي هو البريزنت سمبل تنس. حاجات زي the supermarket opens at 6 a.m. every morning. انت بقى دلوقتي يعني وقعت في حالتين، حالة اللي هي العادة اليومية او الروتين ان المحل بيفتح الساعة 6 صباحا كل يوم، وممكن تكون انت بتتكلم بالليل مثلا فبتقول the supermarket opens at 6 a.m. فبالنسبة لك اللي هو هيبقى مستقبل برضه، ولكن يعني بيقع في حالتين المستقبل والعادات. فده ببساطة الاستخدامات بتاع البريزنت سمبل تنس، وهي استخدامات كتيرة جدا، من اكتر الازمنه اللي بنستخدمها لان بتعبر عن حاجات كتير او بتلخص حاجات كتير، وفي حاله من الحالات بتعبر عن الفيوتشر كمان. فزمن بسيط وجميل لان تركيبه سهل جدا، اللي هو الفيرب باس او بدون اس. قلنا ان احنا بنضيف له اس مع الشي هي ات، ومع بقيه الضمائر الفيرب في البيزك فورم او في الصيغه الاساسيه اللي هو بدون اضافه اي حاجه. كده احنا خلصنا التكوين وبنستخدمه امتى. اخر حاجه بقى اللي هي السؤال والنفي، وهنا بيظهر حاجه جديده وهي do من الاوكسيلاري verbs او الافعال المساعده. هم 4 افعال: will be will لوحدها، وبعدين verb to be، و do و have. دول auxiliary verbs ممكن نبقى نعمل فيديو عنهم، ولكن الاوكسيلاري verbs ديت افعال مساعده بتيجي تساعدك، يعني اسمها افعال مساعده بتيجي تساعدك، ولكن انا حابب اسمي do الفعل البلطجي، هتعرف ليه كمان شويه. عندنا مثلا جمله I play football every day. I play football every day. لو انا عايز اوكد او اضيف توكيد للجمله ديت بنضيف do قبل الفيرب. يعني المفروض لو انا اقول لك انا بالفعل بلعب كوره كل يوم، هقول لك I do play football every day. تمام. لكن احنا حذفنا do هنا زي ما احنا بنحذف حاجات كتيره في اللغه العربيه عندنا في المبني المجهول مثلا للعلم بس. ف I do play football every day ده يعني لو انت عايز تأكد. لو انت عايز تنفي بنضيف not. بنضيف ايه؟ not اللي هي not.
هي مش not بضم النون، لا هي not اللي هي jumped. تمام، not. تمام، فهتقول I do not play football every day. تمام، I do not play football every day يعني انا ما بلعبش كورة كل يوم. طيب مثال بقى من الحاجات اللي هي في shit rule اللي هي he she it. هنقول مثلا she eats fish every morning. she eats fish every morning. زي ما قلت لك ان احنا بنضيف اس للفيرب مع he و she و it، فشي eats. لو انا عايز اوكد او اضيف توكيد للجملة ديت هنقول she do eats fish every morning. لا، هنقول she does eat fish every morning. فاكر لما قلت لك ان do ده فعل بلطجي؟ يعني ايه بلطجي؟ يعني بيسرق من الفيرب كل حاجه، بيخليه كده كما ولدته امه. يعني مش عايز اقول لك ان انت مثلا لو انت ماشي في شارع ضلمه وطلع عليك بلطجي سرق منك كل حاجه حتى هدومك، سابك عريان خالص. هو ده بالظبط اللي بيعمله فيرب دو، بياخد كل حاجه من الفيرب ويرجعه للبيزك فورم. ف هي شي دو ايتس بيقوم واخد الاس اللي هي في ايتس تبقى does. طبعا بنضيف اي قبل الاس، يعني الاعتبارات تانية ممكن نتكلم عليها بعدين. ما بتبقاش دي او اس، بتبقى دي او اي اس. تمام، ف she does eat fish every morning. she does eat fish every morning. عايزين ننفي الموضوع ده. she does not eat fish every morning. ممكن نعمل contraction او يعني نضغط الموضوع. does not بتبقى doesn't على طول، تبقى she doesn't eat fish every morning. ده بالنسبة للتوكيد والنفي مع بعض يعني. بالنسبة للسؤال بقى، لو I play football every day، زي ما قلت لك ان لو انا عايز اوكد I do play football every day، لكن do هنا يعني مختفية شوية. فلو انا عايز اسأل هل انا بلعب كورة كل يوم، فهل ديت هي do برضو، فبنجيب do ونحطها في الاول، بتبقى do I play football every day. do I play football every day. تمام، بنجيب do ونحطها في الاول اللي هي هل. طب الجملة الثانية اللي هي she eats fish every morning. she eats fish every morning. زي ما قلت لك هي she does eat fish every morning لو انا عايز اوكد. طب لو عايز اسال بقوم جايب does وحاططها في الاول. does she eats؟ لا، does she eat. زي ما قلت لك ان do فعل بلطجي، فهو سرق الاس من الفعل اللي هو eat، بقى does she eat البيزك فورم fish every morning. ده بالنسبة للتوكيد والنفي والسؤال. الموضوع ممكن يبان ان هو ايه الحاجات دي كلها والموضوع صعب، لكن الموضوع اسهل مما تتخيل مع الممارسة. وان شاء الله هلخص الموضوع كله في اخر الحلقة. بس في حاجة كمان عايزين نضيفها اللي هو verb to be. زي ما قلت لك ان الاوكسيلري فيربز 4 افعال: verb to be، will، have، وايه تاني، be ودو طبعا اللي احنا بنقول عليه. تمام، فزي ما اقول لك مثلا هم سعداء، they are happy. they are happy. تمام. لو انا عايز انفي هنضيف not بس، مش محتاج ان انا اجيب do. يعني ما بقولش they do not are happy، لا. زي ما قلت لك ان do فعل بلطجي و are برضه فعل بلطجي اللي هو be verb to be فعل بلطجي، فما ينفعش يعني الاثنين يخشوا على بعض. زي ما بقول لك كده مبروم على مبروم ما يرولش، لازم هو الواحد بس اللي يبقى في الجمله، ما ينفعش الاثنين يبقوا في نفس الجمله. ودي طبعا حاجه سهله جدا، لان they are happy لو عايز انفي they are not happy بضيف not بس، ممكن اعملها contraction they aren't happy. تمام. طب لو عايز اسال بجيب are في اول الجمله. are they happy؟ سهل جدا بالنسبه للفيرب تو بي. حاجات برضو زي I am fat. am اللي هي صيغه verb to be مع ضمير I. تمام، اتمنى ان انت تكون مستوعب الكلام ده. ان شاء الله هعمل فيديو عن الموضوع ده. ف I am fat لو انا عايز انفي I am not fat نعمل لها contraction I am. I و am بتبقى I am not fat. تمام. طيب لو عايز اسال بجيب am وحطها في الاول. am I fat؟ تمام. اخر مثال عشان حاسس ان انت اتضايقت او زهقت او ايا كان. he is strong هو قوي. عايز انفي طبعا is هي صيغه verb to be اللي بتيجي مع ضمير he في المضارع. he is strong. عايز انفي he is not strong هو مش قوي. نعمل contraction he isn't strong. طيب السؤال بنجيب verb to be في الاول اللي هو في الحاله دي s،
is he strong، هل هو قوي. تمام كده احنا حزمنا الزمن، كل حاجة انت عايز تعرفها عن الزمن ده موجودة في الفيديو ده. الملخص تكوينه هو الفيرب باس او بدون اس، وزي ما قلنا بنضيف اس مع شي هي ات. احفظها كده، شيت رول، تبا، اللي هي شي هي ات رول. نستخدمه امتى؟ روتين او عاده، حقائق، والمواعيد. المواعيد جديده عليك شويه، الروتين او العادات ممكن تكون بالنسبه لك حاجه انت عارفها قبل كده، والجديده عليك اللي هي المواعيد، فاحفظهم او ذاكرهم كويس. الروتين والحقائق والمواعيد. انا بحفظ الحاجات دي ازاي؟ ممكن تدخلها في جمله تعلق في دماغك، زي مثلا روتيني اليومي هو مشاهده برنامج حقائق مذهله في ميعاده الثابت. روتيني اليومي هو مشاهده حقائق مذهله في ميعاده الثابت. سهل ان انا احفظ جمله زي دي، وفيها الحاجات اللي بتعبر عن زمن المضارع البسيط، زي روتيني، حقائق، ده في حقائق مذهله، وميعاد. تمام، دي طريقه كده ممكن نتكلم عليها ازاي تحفظ الحاجات بسهوله. فروتيني اليومي هو مشاهده برنامج حقائق مذهله في ميعاده الثابت، ديت عشان تحفظ الحالات، كل الحالات اللي زمن البريزنت سيمبل بيجي فيها. والسؤال والنفي والتوكيد بالمره بنستخدم الفعل البلطجي اللي هو دو. ساعه ما تشوف دو على طول اعرف ان هو فعل بلطجي بيسرق كل حاجه من الفيرب، وبتستخدمه في التوكيد وفي النفي، ومهم جدا. ده كل حاجه انت عايز تعرفها عن زمن البريزنت سيمبل تنس. وصلنا لنهايه الفيديو. في النهاية محتاج منك 3 حاجات. أول حاجة ليك أنت، جيب ورقة وقلم أو جيب نوت بوك، اتفرج على الفيديو تاني، خد نوتس واكتبها بخط ايدك. انا سهل عليا على فكره ان انا اعمل ورقه واحطها تحت الفيديو، لكن عشان بس تاخد الموضوع بجديه اعمل الكلام ده انت بايدك. جيب قلم، جيب ورقه، جيب نوت بوك واكتب الحاجات ديت. اتفرج على الفيديو تاني بالراحه، واعمل بوز عند الحاجات اللي انت عايز تاخد عندها نوتس، واكتبهم بطريقتك الخاصه. دي اول حاجه. تاني حاجه دي ليا بقى، لو عجب الفيديو اعمل لايك، ولا ما عجبكش يعني اعمل لايك، ودوس سبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات الجديده، وسيب لنا رايك او اي استفسار في كومنت. تالت حاجه وديت يعني يعتبر اهم حاجه، وهي طلب منك، ان هي دعوه مش ليا، هي لشخص ليه فضل عليا وبعد ربنا طبعا، ولولا ما كنتش انا قاعد قدام الكاميرا ديت وبصور الفيديو ده. هو مدرسي للغه الانجليزيه، هو في كرب عظيم، يعني في مشكلة كبيرة وفي كرب عظيم، ومحتاج يعني كل المساعدة. فلو طلب منك دعوة، ممكن دعوة بظهر الغيب من واحد صادق تساعده، فهو الأستاذ دسوقي أبو المجد. أتمنى إنك تدعو له. بس يلا، سلام عليكم. هنا 4 صور لكل زمن، يعني مثلا البريزنت ليه 4 صور، الباست ليه 4 صور، والفيوتشر ليه 4 صور، يبقى 3 في 4 ب 12 اللي هم ال 12 تنس. ولحسن الحظ ان هم شبه بعض، يعني البريزنت في بريزنت سيمبل، بريزنت كونتينوس، بريزنت بيرفكت،